معنا من مراكش مباشرة السيد أمين رغيب، المدون المتخصص في تسيير الشبكات المعلوماتية وأنظمة التشغيل. أهلا بك معنا. شكرا جزيلا، مرحبا. باعتباركم متخصصا تقنيا في الشبكات المعلوماتية، على ماذا استندت وسائل الإعلام في اتهامها الذي يبدو مجانيا إلى الآن في اتهامها للمغرب؟ صراحة بعد معاينتنا لهذا التقرير وجدنا على وأتحدث هنا عن تقرير أمينيستي، فوجدنا على أن التقرير بشكل أول يشرح بعض الهجمات الإلكترونية وكذلك تضمن بعض المواقع المشكوك فيها، ولكن يعني هذا التقرير يعني كوجهة نظر عامة فهو لا يتوفر ولو على نصف دليل على تورط المغرب في أي عملية تجسس. فأي متخصص يعني درس هذا التقرير أو يعني اقترب من هذا التقرير سيلاحظ على أنه هناك اتهامات بدون دلائل. طيب، هذا النوع من الهجمات سمعناه من قبل، من السهل اتهام أي دولة بالقيام بذلك، أليس كذلك؟ نعم فعلا، فمن السهل جدا أن أتهم أي دولة على أنها قامت بهذا الهجوم، وللإشارة هذا الهجوم هو ليس هجوما جديدا أو اكتشافا، فهو هجوم معروف جدا، وأي شخص يعني حتى أن يكون هاوي في مجال الحماية المعلوماتية سيستطيع أن يتعرف بشكل أكبر على طريقة عمل هذا الهجوم، بل وقد يتمكن كذلك من القيام به. ولكن الصعب في هذه النقطة والصعب في هذه الاتهامات أنه من الصعب جدا أنك يعني تقوم باتهام جهة معينة على أنها قامت بهذه الهجمة ولكن بدون تقديم دليل. ففي غياب هذا الدليل تبقى هذه الاتهامات هي يعني فقط فرضيات. طيب، الآن وقد لجأ المغرب إلى القضاء الفرنسي يرفع قضية أمامه، نعرف أن الحجة على من ادعى، كيف لوسائل الإعلام أن تقدم أدلة صدقها؟ أستاذتي، هناك اتهامات، والمنظمة تقول على أنها لجأت إلى خبراء في مجال التحقيق الجنائي الرقمي وعلى أنهم استخرجوا أدلة رقمية رغم أنها لم تطرحها لنا لمعاينتها. ولكن في المقابل إذا كانت هناك فعلا أدلة كما تدعي أمينيستي فيمكن أن تطرحها الآن أمام القضاء لكي نتأكد من هذه الاتهامات. طيب سيد أمين رغيب المدون، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به.